لا تدبر لك أمرا فعل التدبير هلك، وسلم إلينا الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. وأشهد أن لا إله إلا الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء وظاهر بلا خفاء وباطن بلا اختفاء، رفع السماء وأعلاها على غير بناء، وبسط الأرض بقدرته على تيار من الماء، وخلق الخلق ودبر أمورهم كيف يشاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها إلا الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، وبحق من خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أنت ضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المرجى صلاة ترضى بها عنا ويرضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، حي الله عز وجل هذه الوجوه الطيبة المشرقة المفعمة بالنور، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مباركا. في هذا المكان الطيب، في هذا الصرح الإيماني الذي قام به أصحاب المعروف، الذين لو أنشدت فيهم 1000 قصيدة لوجدتها أبدا لا لم تفي. سيروا إلى العلياء واقتادوا المنى وامضوا إلى الإبداع دون توقف. الله أسأل في هذه الأيام الطيبات المباركات التي تتنزل فيها الرحمات أن يجعل سعيهم سعيا مشكورا، وأقول لهم من منبري هذا: جزيتم خيرا ونلتم أجرا ورفعتم قدرا، وأسأل الله العلي الأعلى أن يبارك في أموالكم وأن يبارك في أولادكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. في هذا الحفل الطيب يحضرنا كوكبة من رجالات الدولة، رجال سياسيون ورجال أصحاب علم وتاجات نور. أسأل الله العلي الأعلى أن يبارك سعيهم. يحضر حفلنا الكريم الأستاذ الفاضل نائبا عن رئيس مجلس المدينة الأستاذ إبراهيم القصاص، أستاذ مصطفى القصاص، نورتنا يا فندم. ومن القيادات السياسية الأستاذ إبراهيم الفقي أمين حزب مستقبل وطن، والأستاذ الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف، والأستاذ الدكتور عبد الجواد شوقي حبيب مدير إدارة أوقاف كم حمادة، والسادة المفتشون فضيلة الشيخ محمد أبو علي، والأستاذ الشيخ الدكتور كرم الدكماوي، وفضيلة الدكتور الشيخ مهدي السقا، والشيخ محمد كريم، والأستاذ هشام الشليقي رئيس مجلس قرية صفت العنب. جميع الحضور
نوروا قرية ميت يزيد. وأسأل الله العلي الأعلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، وأن يبارك حضوركم. حاضر. يحضر معنا نقيب الفلاحين بكم حمادة الحاج محمد بركات، وسكرتير مكتب مين عندكم النائب محمد يسري عباده، والأستاذ الشيخ علاء مرشد، ومدام علا مرشد، والحاج عاصم مرشد. الشكر والتقدير لهذا الجمع الطيب الكريم. ما أنا قلت الأستاذ هشام، والله الأستاذ هشام، والأستاذ مصطفى القصاص نورونا وشرفونا. ربنا يبارك فيكم جميعا. أسأل الله العلي الأعلى أن يبارك مسعاكم، وأن يغفر زللكم، وأن يتقبل طاعتكم. إن ربي على ما يشاء قدير. بادئ ذي بدء. نبدأ حفلنا الكريم بآيات بينات كريمات يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة الشيخ محمد زكريا رزق. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نحن في بيت من بيوت الله وضيوف عند الله، فيجب علينا أن نحترم هذا المكان، فنحن في ضيافة الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. صلوا على النبي، صلوا على النبي. فمن كان منكم مريضا أو به
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا صل على النبي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من فاذكروا الله عند
واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. يا حبيبي، هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحاب فضاء حين يلتمس، هنا الطهارة تبدو في أماكنها، لا الطيب يبلى ولا العصداء تندرس. مع كلمة وزارة الأوقاف، مع وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمود شاهين، فليتفضل مشكورا. تفضل يا دكتور. الحمد لله، الحمد لله، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته. يسأل من فضله ولا يسأل عن فعله، يثيب على الطاعات إحسانا منه وفضلا، ويعاقب على المعاصي إنصافا منه وعدلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بذكره تطمئن القلوب، وبقوته تفرج الكروب، وبكرمه تستر العيوب. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيب أرواحنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه. فإن سألت عن فمه فكان ميما، وإن سألت عن وجهه فكان نورا، وإن سألت عن أخلاقه فقد تخلق بالقرآن الكريم، وإن سألت عن تربيته فقد أدبه رب العالمين. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، فكأنك قد خلقت كما تشاء، فأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. أحبتي في الله، شرفت اليوم بهذا اللقاء، بل بهذا الاحتفاء،
وهذا العرس الإيماني، هذا العرس القرآني، جاء الجميع كي يحتفوا ويحتفلوا بهذا الصرح العظيم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان كل من قام به. وهذا الاحتفاء وحقيقة يعني حينما دعيت إلى هذا الافتتاح العظيم المبارك وأنا أمام هذا الكوكبة من العلماء ومشايخنا والأساتذة الكرام، ما كان لمثل أن يتكلم حقيقة أمام كوكبة عظيمة. وبداية حينما استمعنا جميعا إلى كتاب الله العظيم وإلى فضيلة الشيخ محمد رزق الذي أمتعنا ومتعنا بالآيات القرآنية العطرة، ونحن في هذه الأيام المباركات العطرات وهي العشر الأول من ذي الحجة، ونحن نحتفي ونحتفل في هذه الأيام المباركات بافتتاح هذا الصرح العظيم المبارك. لكننا حينما نتأمل أو في لطيفة جميلة في القرآن الكريم في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله، كلمة أذن الله، فالله سبحانه وتعالى لو لم يأذن لهذا المكان أن يكون بيتا من بيوته ما كان. فهذا البيت العظيم المبارك ما كان أن يبنى إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أذن لبناء هذا البيت من بيوته تبارك وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأحبتي في الله، فضل المساجد وفضل بنائها عظيم وجميل، وثوابه جم كثير. حينما نستمع إلى حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا يبتغي به وجه الله. وهذه نقطة مهمة، أن يكون هذا البناء خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ونحسبه كذلك أنه خالصا لوجهه تبارك وتعالى. أيضا من فضل هذه البيوت وبنائها وعمارتها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا ولو كمفحص قطا. وهذه الكلمة المقصود بها هي عش الطائر الصغير، بنى الله له بيتا في الجنة. يعني أي إنسان يبني بيتا لله تبارك وتعالى حتى ولو كان هذا البيت صغير جدا، كناية حتى لو كان مثل عش الطائر الصغير، بنى الله له بيتا في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى وبأسمائه العلى أن يجعل هذا العمل وهذا الصرح يعني خالصا لوجه الله، وكل من ساهم في هذا الصرح سواء بالبناء أو بالمساهمة أو حتى بالكلمة الطيبة أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم جميعا. وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم إلى ما فيه الخير والصواب، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم معالي الدكتور. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن وفي ظل الأحاديث الصحاح.
شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. مع حضراتكم فضيلة مولانا الأستاذ الدكتور عبد الجواد شوقي حبيب، مدير إدارة أوقافكم حمادة أول، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل لقاء، وبذكره يصدر كل خطاب. الأمر أمره والملك ملكه والقضاء قضاؤه، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما كان وما يكون وما سوف يكون، فأمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل الزمان الذي أبدى عجائبه، الله منك ومن تصريفك الكافي، أجهد بجهدك فيما قصدت له، ففرجة الله بين النون والكاف. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من صار على هديه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. وبعد، الجمع الكريم، الحضور الكرام، أعجز أن أجد كلمات لتلميذ يقولها بعد أن قال أستاذه. لقد استمعنا إلى كلمات طيبة مباركة من عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف. كلمات طيبة تحثنا جميعا وتعلمنا كيف تكون المساجد ثوابا لأصحابها. لكنني أريد أن أهنئكم وأبشركم ببشارتين. البشارة الأولى هي هذا العرس الإيماني الكبير، فالجميع في استقبال أهل القرية وجدنا منهم استقبالا حافلا وفرحة كبيرة ببيت الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. كما أني أريد أن أبشركم جميعا بهذا العمل المبارك، أنه جاء في أيام مباركة، أيام قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن العمل الصالح في هذه الأيام غير العمل في أي أيام أخرى. هتقول لي إيه هو العمل الصالح؟ العمل الصالح كل عمل تصح فيه النية وتخلص فيه لرب البرية. العمل الصالح أي عمل يعمله الإنسان من بناء مسجد أو غيره، حتى ولو كان بكلمة. فضيلة أستاذنا الدكتور بيقول لك كل من شارك في هذا السر الكبير ولو بكلمة. قد يتعجب البعض ويتساءل: الكلمة مشاركة؟ الكلمة دي مشاركة في المسجد؟ الكلمة عمل صالح؟ اسمع حديث أبو كثير السحيمي عن أبيه عن جده يقول: سألت أبو ذر الغفاري رضوان الله تبارك وتعالى عنه، فقلت له: يا أبا ذر، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. بقول له: إيه؟ أنا عايزك تقول لي على عمل لو الإنسان عمله دخل الجنة. فقال أبو ذر:
لقد سألت عن ذلك رسول الله. بيقول له ايه السؤال ده؟ انا سألت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله. اول حاجة ايه؟ ان يؤمن الانسان بالله وبرسوله. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. اسمع، يقول فقلت أمع الإيمان شيء؟ في حاجة مع الإيمان؟ قال يرضخ مما رزقه الله، يعني يتصدق مما أعطاه الله. اسمع، يقول أبو ذر فقلت يا رسول الله فإن كان معدما لا شيء له، ما معيش فلوس، ما معيش فلوس نشارك، ما معيش فلوس نساهم، فإن كان معدما لا شيء له. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول معروفا بلسانه، يقول كلمة ايه طيبة بلسانه. الكلمة الطيبة ايه صدقة. يقول معروفا بلسانه. انا ما جربتش نشارك في هذا المسجد، لكنني دللت هذا او ذاك على فعل الخير، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير ايه بس. الكلمة الطيبة برضو ايه صدقة. اسمع، قلت يا رسول الله فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، في مشكلة في لسانه أخرس ما بيتكلمش، فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. قال يصنع لأخرق، يشوف واحد محتاج أي حاجة يعينه. قلت يا رسول الله فإن كان هو أخرق، ده هو اللي عايز اللي يعينه. اسمع، فالتفت لي يا رسول الله، ده مين اللي بيقول؟ أبو ذر، وهو يبتسم ويقول يا أبا ذر ألا تدع لصاحبك شيئا من الخير؟ يعني هو ما عندوش حاجة خالص، لا فلوس يتبرع بيها ويتصدق بيها، ولا يقول كلمة كويسة، ولا يعين مكلوم. فتبسم رسول الله وقال فليكف أذاه عن الايه عن الناس. فليكف أذاه عن الايه الناس. ما تقولش فلان بيبني او فلان ما بنيش، كف أذاك عن الناس. يقول أبو ذر فقلت يا رسول الله أهي كلمة تيسير؟ انت بتبسط علينا الأمور. فقال لي رسول الله يا أبا ذر والذي نفسي بيده، من اللي بيقسم؟ الصادق المصدوق، وهو لا يحتاج إلى قسم أصلا. ليه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام وحي. فقال لي رسول الله يا أبا ذر والذي نفسي بيده ما من أحد يأخذ بواحدة منها إلا أخذت بيده يوم القيامة إلى الجنة. أيام صالحة، تزامن افتتاح هذا العمل الكبير مع هذه الأيام من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم فضل بناء المساجد، فيوم القيامة كل شيء على الأرض يزول. يقول ربنا تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إلا آثار المساجد تبقى شاهدة على أصحابها. لا أريد أن أطيل عليكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الصرح العظيم في ميزان حسناتكم. ولي رجاء أن نحافظ على نظافته وأن نحافظ على هذا العمل، لأنه بيت الله تبارك وتعالى، ليبقى لنا منارة. ولنعلم علم اليقين أن المساجد بيوت الله تبارك وتعالى في أرضه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان كل واحد فيكم، حتى من شارك بكلمة، لأن الكلمة الطيبة صدقة
أخيرا أتقدم بالشكر إلى أهل هذه البلدة الطيبة المباركة على حفاوة الاستقبال، فهم أهل خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليهم الصحة والعافية. كما أتوجه بالشكر إلى فضيلة العالم الكبير فضيلة الدكتور محمود شاهين على تشريفه لنا، فتشريفه تكريم وتشريف لنا. كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ إبراهيم الفقي أمين حزب مستقبل الوطن بكم حمادة ورجاله. كما أتقدم بالشكر إلى رجال الخير الشيخ علاء مرشد والأستاذ أحمد الحداد. كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذ هشام الشليقي رئيس مجلس قرية صفت العنب. كما أتوجه بالشكر إلى الحاج محمد بركات أمين الفلاحين بحزب حماة وطن. كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتنا وعلمائنا علماء إدارة أوقافكم حمادة، السادة المفتشين الذين دائما وأبدا ما يؤثرونني ويقدمونني وما ذلك إلا تواضعا منهم، فمنهم تعلمنا العلم وعلى أيديهم تعلمنا الأدب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل خطوة خطوها في ميزان حسناتهم، والجميع في ضيافة أهل هذه القرية المباركة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليهم الأفراح. وأخيرا أتوجه بالشكر إلى كل صغير وكبير، وكل عام وحضراتكم بخير. كل عام وحضرتك بخير. نورتنا معالي الدكتور وشرفتنا، وشكر الله لك. ملوك الأرض أرباب الرعايا، ونحن عبيد خلاق البرايا. وإذا ما افتخروا بديباج وخاص افتخرنا بالمرقع على العبايا. ويوم الحشر يجمعنا المليك فننظر من تكون له العناية. بعد إذن حضراتكم احنا هنصلوا العشاء، ولسه معنا فقرة ابتهالات دينية، ونستمع إلى آيات بينات من كتاب الله. شرفتونا ونورتوني، وأسأل الله لي ولكم صلاحا وفلاحا، إن ربي على ما يشاء قدير. الشيخ محمد أبو علي شرفنا. الشكر والتقدير لأصحاب المعروف، جئنا جميعا نبارك خطاهم ونبارك مسعاهم، ونسأل الله العلي الأعلى في هذه الأيام الطيبات التي تعلوها النفحات أن يجعل عملهم في ميزانهم يوم العرض على الله عز وجل، وأن يبارك حالهم، وأن يبارك مآلهم، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يقيل عثارهم، وأن يجعل هذا العمل الطيب يلقون به الله عز وجل يسبقهم إلى الجنة. فمن بنى لله بيتا بنى له مثله في الجنة. مع الحاج زكريا سيارة ليس جنديا مجهولا، ولكنه رجلا سعى بجد واجتهاد فيها إقامة هذا الصرح، سعيا في أعمال الخير. الله أسأل أن يكلل جهده بالخيرات، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. أصر بنفسه أن يقدم الشكر والتقدير لأصحاب المعروف، النائب عنهم الحاج محمد شهاب. أسأل الله عز وجل أن يبارك أعمالهم جميعا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوجب المزيد من التقويم، والصلاة الكاملة والتسليم على محمد النبي الكريم الموحى إليه في أشرف تنزيل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، المقدم على الخليل والكليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم ظهور الهول العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيقظنا الله وإياكم قبل ذلك الحين.
لأخذ العدة، وثبت أقدامنا عند الشدة، وختم صحائفنا بالعفو يوم النقلة، وبيض وجوهنا بالصدق يوم نرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يقول سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أيها الإخوة الأحباء، نقدم الشكر والعرفان لأصحاب الشكر الذين ساهموا معنا بالفعل. أخص بالشكر بداية الرجل الذي بنى وأنبت البذر، الأخ علاء مرشد، ربنا يجزيه خير. والراجل ده تعلمنا منه إن أنت قال لي ما تخافش على المسجد. المسجد ليه ربنا، لأنه بيت ربنا. لغاية ما وصلنا المرحلة وقفنا، ما قلتش إلا حاجة وعد: يا رب أستودعك هذا المسجد. وفاكرين كلامي لما قلت لكم في صلاة الجمعة لما جه عبد المطلب وقال لأبرهة جاي يهد الكعبة، قال له: للبيت رب يحميه. وأنا قلت لكم يومها: للبيت رب يبنيه. وفي ناس قالت: إيه اللي خلاك تمضي وتضيع مستقبلك والكلام ده؟ قلت لهم: إن شاء الله المسجد هينبني. لغاية ما قابلنا أهل الخير، الحج محمد شهاب، الله يكرمه، الله يجزيه خير، ويعلم الله أني أحبه وابنه في الله حبا لا رياء فيه، لأن الراجل ده تعب معانا وشقى معانا وكل أهل الخير. فاحنا بنقدم الشكر لكل إنسان جاهد معانا، سواء بالكلمة الطيبة، سواء بالفعل، سواء بالمال. كل الناس كل اللي عملوه فوق دماغنا من فوق. نشكر وزارة الأوقاف، علمائنا الأفاضل اللي هم أساس التنوير في المجتمع، أساس ثبات هذا المجتمع. ربنا يجازيهم عنا خير. بس منوصيهم بهذا المسجد، منوصيهم بهذا المسجد، وهذه بيوت الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير. وأخيرا أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاك الله خيرا. أهالي البلد الكرام، في هدية رمزية لأصحاب المعروف يستلمها الأستاذ الحج محمد شهاب نيابة عن أهل البلد، هيقدمها الحج سمير الفقي إن شاء الله قبل رفع الأذان أو بعده. معلش بقى يا عم الحج، هيدعى في الأذان موجود. طب اتفضل اتفضل يا عم الحج محمد. ماشي ماشي، احنا هنخلصه بعد العشاء. اتفضل يا حاج محمد، نورتنا وشرفتنا، وربنا يبارك عملك ويجعله في ميزان حسناتك ويبارك لك يا رب. ماشي يا عم. ممنوع التصفيق في المسجد. نعم ممنوع يا اخوانا التصفيق في المسجد. بس الأذان أذن ولا لسه؟ ماشي. والمهندس عبد العزيز محمد مختار، المهندس اللي ساعدنا في إنشاء المسجد، أسأل الله له صلاحا وفلاحا، وأن يغفر ذنبه، وأن يقيل عصاره، وأن يبارك عمله، وأن يشكر مسعاه. شكر الله لكم جميعا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ولا وعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. الجمع الكبير الجمع المهيب، والله لا أستطيع أن أنطق حرفا واحدا أمامكم، لساني يقول كما قال الشاعر فمي يفتش عن فمي. لا أطيل عليكم ولكن أشكر كل من ساهم في هذا الصرح العظيم ولو بالكلمة كما قال أساتذنا الكرام. نشكره وله منا جزيل الشكر إذا كان ساهم بالمادة أو بالبدن والجهد. وأخص بالشكر شباب القرية الذين ساهموا معنا
بالجهد والبدن، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. أما الآن مع أطفالنا الذين سيذكرون لكم أو سيتلون على مسامعكم أنشودة لمدح خير البرية. تفضل. بس مكانكم بقى قدام الشوف، مكانكم قدام الشوف، مكانكم قدام الشوف. خدي يا بنت يا خد انت. استاذن من السادة الحضور الصوت لان الانشودة واطية فعايزين نسمعهم كلنا. الاطفال تعالوا هنا كده. ضم دايره كده. تعالي هنا يا هاجر، تعالي انت في النص هتبدلي مع زميلك. اول ما نقول لكم ابدا يلا. قصيدة في مدح خير البرية. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة بواجب لله 20 صفة، فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. إيماننا باليوم الآخر وجب، وكل ما كان به من العجب، خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب. نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا، أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف ينتسب، وأمه أمينة الزهرية، وضعته حليمة السعدية. مولده بمكة الأمينة، وفاته بقيدة المدينة، أتم قبل الوحي 40، وعمره قد جاوز 60، و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم، قاسم وعبد الله وهو الطيب، وطاهر بذين ذا يلقب. أتاه إبراهيم من سرية، فأمه ماريا القبطية، وغير إبراهيم من خديجة، هم 6 فخذ بهم وليجة. و4 من الإناث تذكر، رضوان ربي للجميع يذكر، فاطمة الزهراء بعدها علي، وابنهما السلطان فضلنا جلي، فزينب وبعدها رقية، وأم كلثوم زكت رضية، فزينب وبعدها رقية، وأم كلثوم زكت رضية. مع المدائح النبوية مع فضيلة الشيخ مصطفى قاسم. فضل مشكور. فضل يا مولانا الشيخ مصطفى. الصوت يا جماعة بعد إذنكم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله
قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم ومن قصد الكريم فلا يضام لئن نامت عيون الناس عني لئن نامت عيون الناس عني فعينك على عبادك لا تنام صلوا عليه محمد واسمه يشفي مواجعنا ما جاءه موجع إلا وداواه هدية الله للدنيا ورحمته سيدنا النبي صلوا عليه سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. فتح الله لك يا من بحثت عن العطور جميلها ليكون عطرك في الأنام نسيما هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوت سقيما هو قول رب العرش في تنزيله صلوا عليه وسلموا تسليما. في نهاية حفلنا الكريم شرفنا بالحضور الحاج يسري عبادة والد النائب محمد يسري عبادة له منا كل الشكر والتقدير ونختم بخير الكلام بالكلام الذي ليس بعده كلام مع فضيلة مولانا الشيخ محمد زكريا رزق فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب لا إله إلا
الله أكبر ولله الحمد. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. جميعا شكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا وشكر سعيكم وغفر زللكم. واخواننا الضيوف شرفونا وملأوا المكان نورا. ماشي يا اتفضل.